السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض حمص الشام، ونبدأ كده ونقول بسم الله ونبل الحمص بتاعنا. ونحضر هنا معانا بصلاية وطماطماية وخمس فصوص من التوم زي ما انتوا شايفين، وهنحطهم في الكبة ونحضر التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكمون ورشة من الفلفل الاحمر عشان يدي لحمص الشام لون زي ما انتوا عارفين كده. بنشتريه من على الكورنيش، بنشتريه من عند بتاع العصير، بيبقى لونه فيه لون أحمر كده، وده بسبب الطماطم والفلفل الأحمر. أو عندك بابريكا عايزة تحطي، بس أنا بفضل إن احنا نحط الفلفل الأحمر، بيديله لون أحلى كده إن شاء الله. ومعانا هنا بعد ما خلطناهم كده وضربناهم ضربة محترمة في الكبة عشان ما يبقاش فيه أي قطعة بارزة في الحمص الشام واحنا بناكله. هننزل كده في الحلة بتاعتنا ونحط الحمص بعد ما اتبل، ونحط الخليط بتاعنا اللي احنا ضربناه كده ونسيبه يتسلق مع بعض، ونحوش الريمة البيضة كده ونغطيه لحد ما يستوي. وزي ما انتم شايفين كده ادانا اللون الجميل زي بتاع الكورنيش زي ما بنشتريه، وفي نفس الوقت حاجة نظيفة وحاجة عاملاها في البيت، ووجبة مغذية للأطفال كده وانتوا قاعدين في الشتاء، حاجة تدفيكم قدام التلفزيون. ومعانا هنا طبعا تعصري عصرة ليمونة، وطبعا ما تنسيش تستني لما يتسلق سلقة محترمة عشان يبقى طري كده وشرب من كل الحاجات اللي احنا حطيناها من كل التوابل، وادانا اللون الجميل ده. ويلا كده جربيه وقولي لي رأيك فيه، وبألف هنا وشفا ليكم ولينا. وما تنسيش عصرة الليمون عليه، ويلا ابدأي كلي كده قدام التلفزيون وبألف هنا وشفا. يلا لو عجبتك اديني اشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي بكرة، ومع ألف سلامة.